خالص. المساحه اللي بتتعاملي معاها بتعالي شويه. تعالي يعني اطلاقا. مين قال كده؟ خالص. في وجهه نظر بتقول كده يعني. مين؟ وجهه نظر ناس من النقاد، ناس من الجمهور، في مجموعه كبيره. ان انا مغروره؟ بتتعاملي مع الامور بغرور مش مغرور. لكن في أشك وجهه نظر تانية بتقول انك مغروره. لا ما فيش وجهه نظر قالت كده. ليه بتحاولي تبقي موجوده اكتر على لا الساحه مش بحاول ابقى موجوده اكتر، لان انا لو مركزه قوي في الانتشار كان زماني اشتغلت كتير قوي اكتر من دلوقتي. انا بشتغل عمل او عملين في السنه بالكتير قوي. مش شايفه ان عملين في السنه كتير؟ لا لا مش شايفه ان عملين في السنه كتير. ده رايي المتواضع يعني، مش شايفه انه كتير. تواجدك قليل. انت متناقض جدا، لسه قايلي دلوقتي انت في مرحله الانتشار وبتشتغلي كتير قوي وكل البنات جديدك ما بيشتغلوش زيك وكده. الانتشار انك بتحاولي تظهري في الاعمال، في الحفلات، في المناسبات، هو ده في الاعمال، في الحفلات. يعني مش ده نوع، يعني ده جزء من حياه أيوة الفنان. بس انت بتقول حاجات يعني مش فيها خالص، لان انا يمكن في ناس ايه اللي مش كتير فيكي قوي. بالظبط؟ ايه اللي مش فيكي بالظبط؟ يعني انا مش من ضمن الناس اللي بتظهر كتير قوي، مش لاي حاجه، بس لاني انا بحب التمثيل، بس ما بحبش اللي حوالين التمثيل، ما بحبش الشهره بتاعه التمثيل، وما بحبش الاضواء بتاعه التمثيل. انا بحب التمثيل نفسه ومش بحب اي حاجه حواليه. يعني ما بحبش اللا خصوصيه اللي في التمثيل، يعني فاهم ازاي؟ رغم ان في وجهه نظر بتقولي ان انت بتظهري اكتر في الحفلات اكتر من الاعمال الفنيه. ده بيعمل شغل، ده مش وحش على فكره. انت حاسه ان بدايتك ساهم فيها قوي انك بنت الفنان الكبير اشرف عبد الغفور؟ اكيد اتسالتي السؤال ده 500 مره عادي. 501 كده. مفيش مشاكل. لا بص، هو اكيد بشكل او باخر يعني. كان في سبب ان والدي في الفن، ان انا ادخل الفن، لان انا اول مره حد يقول لي تيجي تمثلي كنت مع والدي في فرح. فهو كان السبب في كده. بس للامانه يعني هو ما اتدخلش خالص، لان بالعكس هو كان ضد ان انا ادخل الوسط، مش عشان حاجه، بس لاني كنت لسه في الجامعه وهو ما كانش عايز حاجه تعطلني عن دراستي يعني. فهو كان ضد خالص ان انا ادخل في الوقت ده. فلما استاذ محمد فاضل عرف من المساعد بتاعه ان في بنت اسمها كذا عايزه تمثل، جابني عمل لي يعني اوديشن في وسط ناس كتير، ما كانش يعرف انا بنت اشرف عبد الغفور ولا لا ساعه لما اختارني للدور. فلما اختارني بالفعل، او ده كلامه فعلا يعني، عرف بقى ان انا بنت اشرف عبد الغفور، فكلمه وابتدى يكلمه يعني يقنعه، لان هو ما كانش موافق خالص ان انا ادخل في الفتره دي. انت صريحه جدا على فكره يعني. ودي حاجه يعني. مبسوط مني؟ طبعا. الحمد لله طبعا. بس انا هفطس من الحر يعني. لا ده يمكن عشان بس اسئلتنا بدات تسخن شويه. انت من الناس او من الجيل اللي بدا مع بعضه، بس انت اشتغلتي اكتر، عملتي ادوار اكتر، كويس. هل ده بسبب نوع من التنازلات كنت بتقدميها في الاعمال الفنيه؟ بص مش عارفه يعني، انا مش عارفه ايه، بس انا اصلي يمكن في حد بيهتم قوي ان هو يكون لازم البطله، ممكن حد يهتم قوي الدور يكون مساحته قد ايه. انا ما عنديش اي مشاكل نعمل اي حاجه لو عجبتني. عطني وش عندك يلا قول. محاولة إظهار البراءة على طول اللي طبعت على كل الأدوار. لا محاولة إظهار البراءة مش موجودة كتير، لأن هي كانت في الأول صح. مش موجودة كتير إزاي؟ دي ملامح يعني. لا ملامح بس أنا بغير بقى في الأدوار، لأني بشتغل مثلا عميل 1000 واحد أو حريم كريم أو نوع من أنواع الأدوار اللي خلاني أغير شكلي خالص، وأحاول يبقى شكلي مش بالبراءة دي والدور يبقى مش بالبراءة دي، لأني بحاول يعني أتمرد على البراءة في الشكل قوي كده، بإني اعمل ادوار تانية واغير لها شكلي واغير لها طريقه لبسي وكده. هو اصل الحكايه مش شكل بس، الحكايه اداء، كويس. فشكلك غالب عليكي، انت بتحاولي دايما انك تعبري ببراءه، كويس. ده بيأثر على ادائك. لا مين قال ان انا بحاول اعبر ببراءه خالص؟ ما ده جزء من تكوينك، دي ملامحك. لا ما انت شكلي ولا شخصيتي؟ انت دلوقتي بتقولي انت بتعبري بالبراءه وانت اصلا شقيه، فاذا انا فيا من جوه حاجه غير البراءه اللي ممكن اطلعها في الادوار. طب ستوب كمان. انت ليه مش فاهماني؟ مش فاهمه سؤالي ليه؟ يعني ليه حاسه ان سؤالي صعب يعني؟ لا مش فاهمه سؤال ايه يعني. انا بقول لك انت بتعبري ببراءه، كويس. يعني ايه اعبر ببراءه؟ يعني ايه بعبر ببراءه؟ زي ما انت بتعملي كده دلوقتي بالظبط. اللي هو ايه؟ انا بعمل كده اللي هو ايه؟ يعني انت بتحاولي تصطنعي البراءه، كويس، علشان يبقى الموضوع بالنسبه لك انطباع عند الناس، عند المخرجين، عند المؤلفين. هو ده. وده مش وحش يعني. انت عايزه تعملي لنفسك كاركتر يعني، ده مش وحش.
بس ده ضد الحاجات اللي لو انا بعمل كده فعلا ما كنتش اشتغلت الادوار اللي انا لسه بتكلم عليها. اه صح. طيب نرجع تاني. اوكي يلا 5 4 3 2 1. النجمه البريئه ريهام عبد الغفور. رغم انك وريثه في الفن للفنان اشرف عبد الغفور اللي اشتهر باداء الادوار التاريخيه، الا انك فشلتي في اداء الادوار التاريخيه. لا ما سمح لي بقى، انا ما عملتش ولا دور تاريخي عشان افشل او انجح. ولا دور؟ ولا دور. وانا من الاول اي دور تاريخي بيجي لي بعتذر عنه عشان هفشل فيه لاني ما بعرفش ولا دور؟ ولا الافلام اللي شاركتي فيها ما بتحبيش تفتكريها؟ ولا دور تاريخي عملته، ولا في مسلسلات ولا في افلام. ليه؟ لو كنت بتتكلم عن مسرحيات فانا عملت شكسبير، كينج لير وهاملت. لو انت مسميهم تاريخي يعني وما تقليش ان انا فشلت فيهم دول خالص. كلاسيكيات. طب ما هم تاريخي طبعا. اوكي بس ما تقليش ان انا فشلت فيهم خالص يعني، بالعكس. امال ليه كرهتي التجربه؟ انا اشادوا النقاد بيا جدا في المسرحيتين دول وكانوا مسرحيتين مهمين جدا، ومن ساعتهم مش راضيه اشتغل مسرح علشان حاسه ان انا ابتديت بحاجات مهمه قوي في المسرح، اني مش عارفه ارجع بقى، مش عارفه اعمل حاجه اقل منهم في المستوى. شفتي انت قلتي كام انا في الدقيقه اللي فاتت؟ انا ما قلتش انا خالص، انا قلت النقاد اشادوا بيا في المسرحيات وده اللي حصل. ما هو النقاد نفسهم ما اشادوش بيا في حاجات كتير عملتها برضو، بس الواحد لازم يبقى شايف الحاجات السلبيات والايجابيات، لانه لو شاف السلبيات بس هينط من الشباك. طب جمهورك بيمثل لك ايه؟ جمهوري يعني جمهور بالنسبه للفنان هو كل حاجه يعني. لا جمهور ريهام، جمهور البراءه بيمثل لها ايه؟ برضو البراءه هي باكج على بعضها، هو مش جمهور براءه وجمهور اغراء وكده، هي بتبقى باكج على بعضها. هي ممثله. اتمنى ان انا كنت اعرف اعمل ادوار الاغراء، بس يعني على قد ما بعرف وفي الدور ده بيمثلك المقياس دور يعني. الشقاوه، دور الطيبه، دور الشر، دور ايا كان نوعيه الادوار، هي باكج على بعضها. انا احب جمهوري كممثله مش جمهوري كبريئه يعني. طيب احنا معنا تقرير عملناه من الشارع، نشوفه ونرجع نكمل كلام. الفنانة ريهام عبد الغفور من الفنانات اللي ما بيلاقيش عليها أي دور، بالذات الحزن، يعني بتيجي تعيط إحساس لا مبالاة فيه. ريهام عبد الغفور هي حلوة لذيذة، بس هي هادية قوي. هي ملامحها هادية ده كويس، بس بحس إن هدوءها ده بحس إن هو ما بيخليهاش تعمل، فاهمني، تعمل أعمال تنوع في الأعمال، لأن هي طبيعة شكلها وبتهيألي شخصيتها هادية، بس she's not bad يعني، حلو كويس. والله يا الفنانة ريهام عبد الغفور هي حلوة وكل حاجة، بس ساعات بحس إن هي بتعمل أدوار يعني مش لونها أو مش شكلها، يعني ممكن لو جت في أدوار تانية ممكن تبقى شكلها أحسن وتطلع بستايل يعني حلو عن كده. بس هي على العموم هي فنانة كويسة، بس هي لو تحاول تغير بس من أدوارها، ويعني تشوف أدوار تناسب مع الستايل بتاعها ومع الفيس بتاعها، يعني هيبقى أحسن بكتير. ولا واحد نصفني خالص. الناس عايزه تعرف ريهام في وان واي.